أهلا وسهلا بالجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله دكتور عمر، أستاذ أسماء يمنين. أنا اعذروني بس كنت بين عد حاجة نطلع اللي طلبوا الحديث. آه. دكتور عمر يمنين أنا. حياك يا سمير، حياك يا غالي. يا مرحبا عنوان بالدكتور، جميل، عنوان شرفت. أهلا جميل وسهلا. يعني صدقا، يعني لأنه يعني المساحة، يعني التويتر موبوء بالذباب الخمج، يعني صدقا. يعني شفت مساحات هكذا كلها فعلا يعني. والله نخجل أن تكون لأشخاص يدعون أنهم يمنيين. حيا بك يا دكتور، شرفني حضورك وأتمنى أنك تدير المساحة وسأعتمد عليك. احنا ما نطولش، نعمل يعني ساعة ساعة ونص بالكثير. نستعرض الموضوع ونتناقش فيه، وينحصر النقاش حول الموضوع بالتحديد يعني. ولانه بيتوه هو الناس، وبعدين بتطول المساحه وتصبح يعني بالساعات، والمساحات المسجله ما يفضلش ان تكون طويله. وانا هذه تقريبا اول تجربه ان انا اكون المضيف وافتح غرفه بنفسي، فانا مسرور بحضور الجميع. ننتظر فقط 4 دقائق 3 دقائق ونبدا باذن الله. نطلب من الآخرين أن يعملوا دعوات، يعني عن كل من طرفه لو سمحتوا. اذا تكرما، ايوه. نعم، إذا تكرموا يعملوا دعوات، يعني أكبر عدد من الدعوات. وأتمنى أن تكون المشاركة لأشخاص أكاديميين، يعني إذا في ناس يضيفوا إلى النقاش، وليس يتحول مساحة للمهاترات والدعاية كل لطرف. يعني خلونا نناقش العنوان بموضوعية، وبعيدا عن اختلافاتنا المذهبية والحزبية في اليمن. اي نعم، انا سابدا يا دكتور، يعني ربع ساعه اطرح الموضوع، تفضل. وبعدين نشوف الذي ممكن يضيف أو عنده سؤال، وبعدين نسمع من الجميع. بعدين أنا ممكن أرد على الأسئلة، وهكذا في 10 دقائق. و... وإن شاء الله يعني يكون المتداخلين يعني يركزوا على الموضوع ويناقشون فيه بإذن الله. كنا في عندنا مساحة بعنوان حوثي صادق. كنا أو حد ربما يصدق أن هناك حوثي صادق. ما حد صدقنا، ولا حد دخل المساحة. لا أسمع. هناك أسئلة كثيرة يود واحد أن يناقش فيها إنسان عاقل يتبنى الفكر الحوثي، لكن بصراحة ما تلقاش. يعني إذا دريت إني بنفكر إنه يعني نخلق شخصية هكذا، يمكن أن يعني تطرح وجهة نظر الحوثي وما يؤمنوا به، لكن بصدق بصراحة يعني. اشتي واحد حوثي أسأله، أقول له إذا مثلا عبد الملك الحوثي أو المشرف حقك طلب منك طلب، ووالدتك عارضت هذا الطلب وقالت لك لا تروح، والسيد قال لك تروح، امر من ستنفذ؟ اكيد بينفذوا امر السيد كلهم. لكن اشتي واحد يتجرأ يناقش يقول انا سانفذ امر السيد وهذا هو الصح، يعني يكون صادقين في طرحهم، يعني مش يعني لاوعي. واشياء كثيره يعني تعرف الناس هؤلاء قبل ما يكونوا حوثيين ماذا كانوا، وكم ظل فتره ما بين تحوث من يعني التحق بالحركه الحوثيه الى ان صار يجرم كل من هو خارج الحركه الحوثيه. يعني في ناس جلست تتفرج على الحركه الحوثيه وهي في صعده سنوات، و يعني بناء على كلامهم بيقول انا كنت على ضلاله طوال هذه الفتره. طيب هداها الله اليوم، واليوم الثاني يصبح بندقه يصير يفجر بيوت الناس اللي ما قد هداهم شاء الله الى الحركه الحوثيه. يعني ما حد حاسبه على الضلاله التي كان فيها. يقول لك احنا لم نعرف، هذا كلام الحوثيين يعني، لم نعرف شيء عن الوطن ولا عن حب الوطن، ولا كنا نعرف شيء، كنا فاسدين ضايعين. لا، ما جاء السيد وبعدين عرفنا بالوطن. طيب من الذي أعطاك سك براءة على السنين التي كنت فيها لا تعرف أين وطنك
كنت فاسد وكنت والآن أصبحت يعني من الناس الجيدين حسب زعمك يعني. وكما الوقت الذي استغرقته ما بين اقتناعك بالحركة الحوثية وما بين اعتدائك على من هو ليس حوثي. كل من هو ضد الحوثي مرتزق. أنت ربما كنت مرتزق قبل فترة، ما كنتش مع الحوثي. طيب هل حتفجر بيتك لأنك ما انتش حوثي؟ يعني في بشاعة في الموضوع يعني. حتى لو دين جديد نزل بنبي من السماء وبفكر راقي ينتشل البشرية من ولا مجتمع ما يمكن أن يفرض بهذه السرعة وهذه الجرأة. لكن ما لقينا واحد منهم يمكن أن نتناقش معه بموضوعية، لأن ما بني على باطل فهو باطل. نبدأ بالموضوع أعزائي ورحب بالجميع. موضوعنا اليوم عن صناعة القداسة. طبعا صناعة القداسة سلاح من أسلحة الحكام في الاستبداد، الحكام المستبدين يعني. وعمل هالة حول الحاكم أو الزعيم أو القائد أو له عدة أسباب عندما يكون هناك قصور ونقص في شخصية هذا القائد. وحقيقة الشيعة بشكل عام والأئمة عندنا في اليمن بشكل خاص لديهم تجربة طويلة في هذا الموضوع، ومر بها كثير من الأئمة. يعني يكون في البداية إنسان عادي حتى لو هو هاشمي، يعني يعرف أنه هو سيصبح إماما في يوم ما، يكون عامل عادي، لأنه الإمامة في اليمن يعني ليست زي الملكية أنه هذا ابن إمام سابق فيعرف أنه سيرث كرسي العرش وولاية العهد، فيصبح مؤهل في تصرفاته في يعني تعامله مع الناس، ويتعامل بهذا المنطق منذ أن يكون يعني في الفترة لا يكون فيها قائدا أو زعيما. اللي بيحصل أنه كل من خرج وطلب لنفسه الإمامة واستولى عليها بالقوة يمكن أن يصبح إمام. وهذا الشخص قد تأتي في مراحل معينة من حياته يكون إنسان عادي، يعني لا يعرف أنه أو لا يطمح حتى أنه يصل إلى هذا فكان الأئمة يبدأونها باختراع ما يسمى بأنه تم هناك تكليف سماوي. عندما كان يظهر أكثر من إمام في وقت واحد كان يسألوا هذا يا أخي إيش عرفنا أن أنت الإمام الذي اختارك الله لتكون إماما لنا، وكيف نعرف أنك أنت الصادق والإمام الثاني هو الإمام الكاذب يعني. فغالبا كانوا يلجؤون إلى فكرة يعني الإلهام أو الوحي في الأحلام، يعني أنه جاءني حلم وحلمت أننا كذا، وجالي منبه وقال لي أنت إمام اليمن وأنت كذا. واحد يخترع أن في واحد من الحجاج حلم في مكة أنه الإمام فلان الفلاني، ويأتي ويحدث الناس بهذا وخلص. وهذه هي إمارة الإمامة. يبدأ في صنع هالة حوله يعني عدة طرق. منهم من كان يعني يستبد بالناس ويبدأها بالعنف، منهم من كان يبدأها بأنه يعني عادل وأنه أفضل من منافسه. ودائما يعني ما فيش إمام طلع وكل الناس معه في اليمن، ما فيش إمام طلع وكل الهاشميين يؤيدوه. في أحيان كثيرة كان يوجد أكثر من إمام في اليمن في منطقتين مختلفتين، وأحيانا أكثر من ذلك بكثير، بل أحيانا حتى في المحافظة الواحدة في صعدة لحالها في إحدى المرات يعني إمام في هذه المزرعة وإمام في المزرعة الأخرى. ف في العصر الحديث كان الإمام يحيى يعني يرتكز أيضا على هذه الغذاء وهي القداسة والهالة. يعني كان يحدثنا كبار السن أنهم كانوا يذهبون إلى
إلى الإمام إما لشكوى أو للحصول على قرض من الحبوب أو لتقديم نذر يعني للإمام. كان الكثير من المواطنين إذا أصيب بمرض أو مثلا تأخر الإنجاب لديه يقوم بنذر لله سبحانه وتعالى أنه إذا حصل وشفيت أو رزقت بمولود كذا نذرت المولى الإمام بكذا كذا، إما بكبش إما يعني يعني كمية من العسل، أشياء كثيرة يعني. كانوا يذهبوا إلى الإمام يوصلوا يطرحوهن باب الباب يستلمون منهم العسكر ويعطف من هناك من تعطف عليه الإمام وتكرم بأن يعني يراه نظره فقد يعني حلل نذره، والباقين يعني كانوا يعودوا بخفي حنين بدون أن يروا الإمام. وحدثت قصة أنه واحد من عساكر الإمام كان يستاء يعني من تصرفات القبائل، وهو عسكري قبيلي عادي، بس كان يستاء يعني بصير الناس بيتعبوا ويجي من آخر الدنيا مشيا على الأقدام ويوصل يدي الكبش ولا العسل ويوصل يطرحن في الحوش ويروح، يعني وهو في أمس الحاجة هو وأسرته أو هو ومن يعيش معه في قريته أو كذا. فهذا العسكري قال أحد يعني جالبين النذور قال له يا أخبل روح كل حقك العسل هذا في بيتكم أنت وعيالك. وصاحبنا عاد مشعب قوي اشتكى بالعسكري أنه منعه من الدخول وأنه يحرضه على عدم الإيفاء بالنذر وأشياء كثيرة. ندخل في موضوعنا الأساسي وهو يعني عبد الملك الحوثي نموذجا لصناعة القداسة. حقيقة كثير من الناس يعرفون هذا الشخص، هو طفل، هو شاب عادي، ولم يكن هو وأسرته يعني لديهم أي امتيازات، كانوا ناس عاديين أبناء صعدة. كان والد بدر الدين الحوثي شخصية اجتماعية معروفة في صعدة وشخصية دينية، وكان له دور في حرب الملكية والجمهورية. من المعلومات التي لدي أنه كان من ضمن من رافق الإمام البدر في الهروب وظل معه في جيزان، أعتقد في جيزان أو في نجران ما أذكرش بالضبط. المهم أنه كان إماما لمسجد في السعودية، وظل يحرض على عودة الإمامة حتى تمت المصالحة بين الملكية والجمهورية، وكان من ضمن من عادوا، وكان أيضا من ضمن من لديهم راتب شهري من المملكة العربية السعودية. هذا أمر يعني كانوا يزايدوا به على الناس الآخرين، وهم كانوا أول من يستلم رواتب هو وكثير من الهاشميين. لكن رغم هذا كان أبنائه يعني ناس عاديين بما فيهم حسين ويحيى وهذا الثاني اللي وزير التربية والتعليم. عبد الملك كان أصغرهم، وربما واحد الثاني أصغر. حسين بدأ يحاول أن يصنع لنفسه قدسية، لكنه كانت متطلبات المرحلة تستدعي أن يكون متواجدا في الاجتماعات يعني في اللقاءات الاجتماعية في المناسبات. ما كان يعني يبقي منذ أن بدأ نشاطه في موضوع فكر الإيراني، موضوع الشعار والصرخة يعني كان يتربص ويتقنص الفرص والمناسبات سواء سعيدة أو حزينة للتواجد يعني حشد أكبر قدر ممكن من الشباب في محافظة صعدة في ذلك الوقت. فلم يستطع أن يصنع لنفسه قدسية نتيجة أن يعني ظروف البدايات هكذا، يعني تحتاج منه أنه يتلبج من قرية إلى قرية ويسير ويحضر، وهذا يعزمه عرس ويسير، كان يحاول أن يتواجد بشكل مستمر. فبدأ في كتابة ملازمه المعروفة، وبدأ يقتنع به بعض الشباب، ويعني كان يعرف أن الدماء ستجعل كرة الثلج تتدحرج، وبدأ يورط
شباب كثيرين يعني من بعض مديريات محافظة صعدة، وحتى وصل إلى الكتلة الحرجة التي مكنته من أن يقف أمام الدولة ويعني يتحرش بالشرطة في محافظة صعدة في ذلك الوقت، وحصل ما حصل. قتل حسين الحوثي، فكان لابد من استكمال مشروعهم من وجهة نظرهم، رغم أنه تم التعامل معهم كما تعرفون بأسلوب الدولة التي يعني لم تكن تريد الحرب أساسا. يعني كانوا يعدون أكثر من مرة أنهم يعني ليسوا مؤيدين لحسين، وأن حسين يعني يعمل منفردا ولا علاقة لهم به، بما فيهم بدر الدين الحوثي وعبد الملك. حتى أنه بعد مقتل حسين طلبهم علي عبد الله صالح وقعد معهم، ويعني حاول أن يصفي الأمور فيما بينهم، وأقنعوه أنهم كذلك، وأعطاهم مبلغ من المال ورجعوا إلى صعده. عندما عادوا تربصوا حتى يعني فترة معينة، وبدأوا بالتعاون مع الإيرانيين في صناعة عبد الملك الحوثي. عبد الملك الحوثي طبعا وأولهم حسين كان الناس الذي التقوا به مباشرة ويعرفوه عن قرب، ولا يقولونه أي قداسة، يعرفوه يعني زي ما واحد صديقك، واحد من قريتكم تعرفه، هو إنسان عادي وإنسان كذا، لا يمكن أن تقتنع أنه علم الهدى وأنه يعني قائد أمة. لكن الناس الذي ما عرفوه كانوا قد بدأوا يقولونه يعني قدسية، وموضوع أنه لم يقتل وأنه غائب وأنه كذا، وكانوا يحاولوا أن يروجوا هذه الفكرة لأنه لديهم تجارب أيضا في هذا الموضوع. مرة جلسوا راعين لواحد من الأئمة 20 سنة، أتباعه وأنصاره، قد مات، كانوا يقولوا عرجع. وحتى عبد الملك الحوثي حسين لمن يتذكر ظلوا فترة يوهموا الناس أنه حي يرزق. صنعوا من عبد الملك الحوثي أول ما بدأوا معه، بدأوا في عزلته عن الناس. هذه يعني شيء كان من يعني البدايات، يعني عشان يعني يقل ظهوره في التجمعات، يعيدوا صياغة يعني شخصيته. عملوا له يعني ما مش عملية تجميل، بس غيروا من سلوكياته ولغة الجسد عنده ومن لبسه ومن حركاته، وبدأوا في تقليد حسن نصر الله في بعض الأمور، وهي أمور مشتركة يعني حتى في طريقة مشيته في كذا. لكن كان أهم شيء هو عزله عن الناس تماما، وبحجة أنه ملاحق ومتابع. استمر هذا الموضوع فترة طويلة، وكانوا يغذون هذه القدسية بالحديث عن أشياء. السيد قال، السيد فعل، السيد مش راضي، السيد. اختزال كلمة السيد بدون اسم فيها يعني تعظيم، لكي يكون اللقب لوحده معروف. مثل ما يقولوا عندنا الفندم كان تعني رئيس الجمهورية، يعني هكذا أنه الفندم الكبير. السيد بلا اسم معناها عبد الملك الحوثي. وفي البداية كانوا، لاحظت أنا هذا، يعني كانوا يكتبوا في قناة المسيرة وفي يكتبوا السيد، ويعملوا الشرطة التي زي ما اسم المهندس حكيم، شرطة بعد الصفة. فترة بعدين حذفوا الشرطة بعد أشهر، من أجل أن يصبح السيد عبد الملك اسم واحد، وأن يقرأ السيد لا يمكن أن يقرأ عبد الملك بدون كلمة السيد، يعني لا تصبح صفة يمكن أن يتصف بها أي أحد، يعني تصبح جزء من الاسم. كان هذا تركيز دقيق على كل شيء يعني يقوم به. وأول ظهور له كان بالهيلمان الجديد في مراسم تشييع جنازة أخوه بعد أن سلمهم الرئيس عبد الرب منصور هذه جثة حسين. ولاحظ الناس طريقة مشيه وكيف بيتعامل. كان بالإمكان أن يصبح أي آخر، يعني لو ما كانش عبد الملك أو كان عبد الملك مسافر، كان يمكن صنعوا من أي شخصية أخرى من إخوان حسين الحوثي أو حتى من أبنائه، ما أدري.
ابنه كان كبير أو لا ماشي. لكن العبرة ليست بالشخص من هو، يعني عبرة هات أي واحد عبد الملك ولا غيره وسوي له اللي سويت لعبد الملك، واصنع هالة كذابة كاذبة خادعة يعني يصرون عليها رغم تفاهتها. الناس بيسمعوا عبد الملك الحوثي في التلفزيون، بيسمعوا حسين في التلفزيون، يقول لك الملازم اقراهن انت كذا، وحاولوا يصنعوا قدسيه حول الملازم وقدسيه حول الشخص وكأن الناس لن يسمعوه. طيب انا مثلا عزلت الشخص هذا، عملت حوله تشويق، عملت هاله كذا، لكن اول ما يظهر ساكتشف، يعني ما هوش الكلام صعب، لكن خلاص المهم انهم صنعوا هذه الهاله والناس مجبرين على ان يصدقوها، وخاصه اتباعهم. ابتعد كثيرا عن موضوع انه يعمل لقاء في تلفزيون، مثلا يجي مذيع يحاوره، او مثلا تستضيفه قناه مثل ما كان بالهاتف ويتحدث، يسأل ويجيب. دائما تجد عبد الملك الحوثي خطابات، لكن انه يقف امام صحفي او اعلامي يسأله الا مره واحده، عمل لقاء مع واحد من حكم الاعلاميين. لكن انا اتحداه انه يقف امام لقاء صحفي او اعلامي او تلفزيوني مع مذيع محايد او مذيع يعني مخالف للحركه الحوثيه، سيكتشف كل شيء. يعني اسألها اسئله من الرجال مش حافظ للاجابات، او لا يستطيع ان يسردها كما يسردها في تلك الخطابات. وحتى يعني تجد الان الزعماء الدول العظمى متواجدين ولديهم صفحات على وسائل التواصل، ويستطيع الانسان اقل شيء ان ترسل له رساله. عبد الملك الحوثي لا، كل هذا الحجب والابتعاد حتى عن أتباعه وأنصاره، وكانوا يقومون باستدعاء بعض الشخصيات ويوصلوا لأصعده. في البداية كانت ما قدش معروف، هذا الموضوع مفاجئ. أذكر ذات مرة دعوا مشايخ الطوق، عادهم ما قد دخلوا صنعاء، يعني حتى ما قد دخلوا شعمراء. كنت أنا ساكن في بيت واحد من مشايخ بني مطر، وصار هو المشايخ قبل العيد أو بعد العيد، يعني من أيام العيد راحوا مشايخ وكذا، وصلوا قابلهم من خلف الشاشة فصدموا، كان عادهم أول ناس يعني يفاجئوا بهذا الكلام. البعض منهم استاء كثيرا وأعلن يعني وتحدث بصراحة أنه هذا استخفاف هذا كذا، لكن البعض منهم يعني كان قد بدأ في موالاة عبد الملك الحوثي. يبدو أن الدكتور عمر قد غادرنا، مؤسف، نشتي شريك علشان لو تسقط المساحة ولا شيء. حسين الصباري أنت معنا يا عزيزي؟ أنا موجود يا سيدي سمير، بس بكون مشغول، فإذا انشغلت ممكن طلع المهندس عبد العتابي أو جلال عامر، هذول أفضل اثنين يمكن يكونوا شركاء معك. مهندس شرفنا يا مهندس، الله يحفظك. والقيل جلال عامر. جلال عامر جنب العتابي. جلال متحدث لبق وصاحب مخزون فكري يعني كبير، فيكون جانبك أفضل. مرحبا أستاذ جلال، تفضل وتكرمت، تشرفنا يعني، فضلا لا أمرا. هكذا اللي عدو يتعلم يفعل هكذا. طبعا الأستاذ جلال، باشمهندس عبده، مرحبا كبير التبابعة، مرحبا بالجميع. ما ينفعش اثنين يا أستاذ أنا حسين. أنا 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 راح أنزل عشان تطلعهم الاثنين. أنا راح أنزل عشان تطلعهم يلا الاثنين. أيوه. والله ما انا عارف كيف انزل، بس تقدر تنزلني انت. ستوب كو هوست. اوكي. أنا أنزلك، حاضر. أستاذ جلال يبدو مشغول، ما أقدر أطلع.
يا أخي سمير، أي نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام. إذا كنت خفت من سقوط المساحات ولا شيء، في تغريدة أنا الحين نزلتها في حسابي اسمها بوداكست مساحات. هذا تدخله معاك، يحافظ لك على المساحة من السقوط، وخدومين في كل المساحات صراحة. كيف أسوي يعني؟ أنا أدخل التغريدة حقك وأدعيه ولا كيف؟ ادخل التغريدة حقي وادخل على صفحته وشاهد الدعوة، البيانات أو الطريقة التي تتعامل معك فيها، وشارحها في أول تغريدة مثبتة. والله أنا هذا اشتي له وقت وأنا أكمل، لكن إن شاء الله المساحة القادمة. وأنا أشكرك يعني على المعلومة. السلام عليكم ورحمة الله يا أستاذ سمير. أهلا وسهلا أستاذ عبد الوهاب، يا مرحبا. حياك الله وبارك الله يحييك. نور أستاذ عبد الوهاب، أسعد يا الله مرحبا. مساكم وأسعد الله صباحكم، يعني كلها إن كان عنده مساء وكان عنده صباح. أنا فقط أشكرك أول على الدعوة أخي سمير، وأنا يعني أحببت أن أشارككم في هذه المساحة بثلاثة نصوص جديدة وضعتها قبل قليل على في تغريدات في تويتر تحت هاشتاج التكفير في ملازم حسين الحوثي، وقد شاركتها عندك هنا في المساحة. فإذا أذنت لي سأقرأ الثلاث النصوص. والله أخي عبد الوهاب بكل سرور، يعني نرحب بك أول شيء ترحيب خاص. وفعالية الفعالية السابقة قبل أمس أو أمس كان لها صدى، أنا سمعت عنها ومع الأسف ما لم يعني أتمكن من حضورها، لكن أصداءها بلغتني وأنا أحييك. ويسعدني ويشرفني أن تكون في المساحة وأن تتحدث عن الثلاث النقاط الجديدة، يعني إذا هي غير النقاط التي سردت في المحاضرة السابقة. نعم، هي غير التغريدات أو النصوص السابقة، يعني استخرجتها هذه الليلة بشكل مباشر. يعني أنا الآن اتبعت طريقة أخرى غير الطريقة السابقة في نشر النصوص. الطريقة السابقة كنت أضع صورة الملزمة عنوانها وهكذا، ثم أضع النص في تغريدة مصاحب لصورته. لكن الآن بدأت بطريقة أخرى. طبعا الملازم حسين الحوثي هي موجودة عندي كاملة في ملف PDF. والطريقة الجديدة هي أنني سأصور الطعن أو الإساءة أو التكفير الموجود، سأصوره من خلال الشاشة، ثم أنشره من كصورة من نفس الملزمة بالعنوان، عنوان الملزمة، وبرقم الصفحة. طبعا التغريدة الأولى التي وضعتها قبل قليل ماذا يقول فيها الزنديق حسين بدر الدين الحوثي؟ يقول: متى ما جاء شخص كره السادة، ويقول وخلاص من السادة، فين بيروح؟ هو بيجلس عطل. طبعا أغلب الكلمات الموجودة هي كلمات عامية، يعني هو كان يتحدث في محاضرات مسجلة، فالذي قام بتفريغ هذه المحاضرات قام بتفريغها على نفس المنوار، يعني نفس اللهجة ونفس العامية، فلم يكن يتحدث كثيرا باللغة العربية الفصحى التي نعرفها، فقد يستغرب البعض أو لا يفهم ما هو موجود في الكلام، لكن بإذن الله تعالى نوضح. فيقول: متى ما جاء شخص كره السادة. طبعا السادة معروفين في اليمن، السادة والأشراف في اليمن وغير اليمن من دول الجزيرة العربية وغيرها. يقول: متى ما جاء شخص كره السادة وخلاص من السادة، فين بيروح؟ هو بيجلس عطل. تراه يميل إلى من؟ يميل إلى مقبل، يقصد الإمام مقبل الوادعي رحمه الله، يميل إلى الزنداني، يميل إلى الإمام بن باز، يميل إلى ابن تيمية، يميل إلى البخاري، إلى مسلم، إلى أبو بكر، إلى عمر، إلى عثمان، إلى عائشة. ما هذا الذي بيحصل؟ لا يوجد إنسان يجلس عطل، ما يمكن تجلس عطل نهائيا. يعني هو يقول عليك ألا تجلس عطل من الولاية. إذا ما واليت السادة ولا قدمت لهم قرابين الولاء والتسيد عليك، فأنت تجلس عطل، يعني ما لك أي ولاء ولا لك أي ميول إلا إلى من؟
إلى ابن تيمية، إلى البخاري، إلى مسلم، إلى أبو بكر، إلى عمر، إلى عثمان، إلى عائشة. لأنك في نهاية المطاف إما أن يكون الله هو من هو في ذهنك، إذا كنت طبعا مع السادة يكون الله هو الذي في ذهنك، الله هو الذي أمامك، أو يكون الشيطان. هل هناك شيء آخر؟ طبعا الشيطان هنا هو مرادف للأسماء التي ذكرناها من صحابة ومن أئمة حديث ومن علماء. هذا النص طبعا موجود في سورة آل عمران الدرس الأول الصفحة 7. أنتقل إلى النص الثاني. يقول الزنديق حسين بدر الدين الحوثي مستنكرا اهتمام أهل السنة والجماعة بسيرة الصحابة الكرام وأنهم شغالين 24 ساعة ثناء لأبو بكر وعمر وعثمان وعموم الصحابة. يقول في النص: لكن ما الذي يحصل؟ خلاص يا أخي، هذفه في علي. كم قلحنا دائما علي علي، أهل البيت أهل البيت، بينما لا ينظر إلى أن الآخرين، طبعا من يقصد الآخرين هنا؟ يقصد أهل السنة والجماعة. بينما لا ينظر إلى أن الآخرين شغالين 24 ساعة، أبو بكر عمر عثمان معاوية، أبو بكر عمر عثمان، في المساجد، في المدارس، في الجامعات، في المعاهد، في الأشرطة، في الصوامع، في العربيات، في الإذاعات، في صفحات الكتب، أبو بكر عمر عثمان، الصحابة. فهو في هذا النص يستنكر يعني اهتمام أهل السنة بسيرة الصحابة الكرام، وأنهم يمتدحونهم ويثني عليهم بما أثنى عليهم الله تعالى في كتابه الكريم. النص الثالث أخي الكريم الذي وضعته يقول فيها حسين بدر الدين الحوثي أنهم لم يلمعوا أحدا من أهل البيت ولم يحتاجوا للكذب من أجل تلميعهم كما يفعل الآخرين. طبعا المقصد هنا الآخرين هم أهل السنة والجماعة، يتمسكون يتمسكون بأناس منحطين يحتاجون في كل وقت يضربون لهم رنج لتلميعهم. طبعا أنا أكتب مع كل تغريدة أكتب الكلام بلغة عربية حتى يفهم المتلقي العربي، لأنه ليس كل الإخوة سواء حتى اليمنيين أو العرب يفهم هذه العامية التي كان يتكلم بها حسين بدر الدين الحوثي. لكن النص يقول عندما تقارن بالإمام علي، تقارن بالحسن، تقارن بالحسين، تقارن بالأعلام من أهل البيت الذين صعدوا في مختلف مراحل التاريخ، يفرضون أنفسهم عليك، وليس فقط أنت من تحاول أن تلمعهم. متى لمعنا أحدا من أهل البيت واحتجنا إلى أن نكذب له من أجل أن نلمعه أمام الآخرين؟ لكن الآخرين يتمسكون بمر حقيقة، يتمسكون بأناس منحطين يحتاجون في كل وقت يضربون لهم رنج، مرة أصفر مرة أبيض، من أجل تلميعهم. هذه يا أخي الكريم سمير هي 3 نصوص وضعتها هذه الليلة، وهي جديدة تحت هاشتاج التكفير في ملازم حسين الحوثي. وبإذن الله تعالى سأستمر في تصوير هذه الطعون وهذه النصوص المكفرة والنصوص الطاعنة بإذن الله تعالى. أسأل من الله تعالى العون، وأرجو منكم جميعا المساهمة في نشرها وفي التعليق عليها، وحتى تصل إلى أكبر عدد ممكن من الناس، وإن شاء الله بإذن الله تعالى نستمر في هذا الشيء. طبعا أنا حذفت التغريدات الأولى التي كانت على هاشتاج طعونات ملازم حسين الحوثي لأنها لم تكن مصورة من الملازم مباشرة. الآن الهاشتاج الجديد التكفير في ملازم حسين الحوثي ستكون كل الطعون الموجودة مصورة بشكل مباشر من الملزمة، مع إضافة عنوان الملزمة وإضافة الصفحة، وطبعا ستجدونها أمامكم جميعا، ودعواتكم، وأسأل الله لي ولكم التوفيق. شكرا لك أخي سمير. فعلا الآن أوضح عفوا يا سمير، الآن أوضح لأنه الصورة من الملزمة يعني وشرحك يكون أكثر وضوح، لأنه الصورة خلاص يعني صحيح مش لغته مش لغة عربية، يعني لغة من بس فيها يعني حاجات خطيرة صراحة. والله أنا أستغرب يعني من العلماء وين كانوا. عبدو
أنت اليوم شريك، يعني غير مسموح لك بالحديث، عليك تدير المساحة لا آخر واحد بعد تحكى ساعة. لا ممكن. لا، انا ماشي شيء، ما اعرف ادير انا. تبي تجيب واحد اللي محترف. طلع عبد الخالق، عبد الخالق عنده خبره. انا ما ما اعرف أعرف ما اعرف. يطلعوا انا الشباب. انا اعرف اتكلم. لا، طلع عبد الخالق، عبد الخالق، عبد الخالق، او اي واحد يعني عنده. انا ما اصلح يعني، لاني ما اعرف. انا وانت سوا سوا. طلع عبد الخالق، طلع عبد الخالق. كيف اطلعه؟ انا ما اعرف كيف اطلعه حتى. لا لا بطلع أنا، لو تكرمت يا أستاذ عبد الخالق اطلع إذا تكرمت. اطلع 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 اطلع، انا ما عندي طبعا خبره. طبعا اساتذتي الكرام، في مساحه الاخ عبد الخالق كان احد الحوثيين ينكر بتاتا انه وجد في نصوص ملازم حسين الحوثي كلمه منحطين للصحابه رضي الله عليهم. وهنا وفي التغريده رقم 3 التي ذكرتها الان اخر تغريده، الكلمه موجوده بشكل مباشر في النص. يقول الآخرين يتمسكون بمر، حقيقة يتمسكون بناس منحطين يحتاجون في كل وقت يضربون لهم رنج. فهذا رد على من أنكر وجود هذا النص. تفضل أخي الكريم. طيب أنا أشكرك جزيل الشكر يا أستاذي العزيز، ويعني أقدر وأثمن الجهد الذي تقوم به، لأنه تصفح تلك الملازم التي تثير الاشمئزاز أمر متعب نفسيا. يعني أنت كمان يعني يتابع لقاء أو مقابلة أو خطبة من خطب عبد الملك الحوثي أو حسين التي لا نطيق أن نسمعها 5 دقائق، فما بالك بأن يقلب واحد صفحات ملزمة وغيرها. في أحد المرات يعني في محافظة الجوف كان تم القبض على مجموعة من الشباب يعملون في موضوع في الجانب الصحي، يعني بحجة أنهم يعني يعطون النساء وسائل تنظيم الحمل، وأن هذا مخالف للدين، وتم سجنهم. وشرط عليهم، اشترطوا عليهم الحوثيين أنهم لن يخرجوهم إلا أن بعد يحفظوا 10 ملازم. ظل واحد منهم سنة ولا استطاع يحفظ حتى ملزمة واحدة. أين يحفظ؟ يعني تحفظ كلام من ذلك الكلام الذي لا يطاق سماعه أصلا، بما بالك بحفظه. فأنا أقدر لك المجهود الذي تقوم به، ويعني هذا الكلام يجب أن يظهر. يعني كان في أحد الزملاء الإعلاميين لديه برنامج أعتقد على قناة اليمن اليوم، كان يستعرض بعض الملازم، لكن كان يستعرضها، نحييه ونوجه له الشكر والتحية، لكن كان يستعرضها بطريقة يعني هادئة كذا تدي النوم، ما بش فيها تركيز على الموضوع لما يلفت انتباهك. يعني تتابع برنامجه من أول لآخره بنفس النغمة، بنفس اللهجة، بنفس لا تعرف أين الكلام الخطير من الكلام العادي في ملازم عبد الملك الحوثي وفي ملازم حسين. تكفير الصحابة وتكفير المخالفين أمر واضح جدا، وإن حاولوا إخفاءه يعني هو يقولها علنا وتلميحا وتصريحا، لكن عندما يسأل في مقابلة في مواجهة في وقت ما كان يقول من الذي قال لكم، والى الان بيقول لك مدري من هم، انهم سماه بنت عائشه، وكان هذا دليل على انهم لا يسبون الصحابه او لا. اذا كان يعني ولايه علي بن ابي طالب من وجهه نظرهم انها اخذت منه من قبل الخلفاء الراشدين، فهم في نظرهم اول الدواعش واكبر المرتزقه. يعني اول داعشي في نظر الشيعه هو ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والصحابه جميعا الذين اختاروا خليفة لهم بالشورى. فيعني إذا كان ولو كان موجودين في هذا العصر لا شنع بهم من قبل هذه أنصار هذا الفكر الخبيث، فلم يعد يستطيعوا أن يزايدوا على الناس بأنهم لا يكفرون المخالفين لهم إذا كانوا قد ابتدأوا بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالك ببقية الناس. الموضوع المهم الآخر أنها بحاجة أيضا إلى من يبحث في قضايا أخرى، وأتمنى لو ساعدك الوقت يا أستاذي يعني أن لا ينحصر الموضوع على قضايا التكفير فقط. يعني هناك بعض الألغام الموجودة والتي التصريح بها وإيضاحها والاعتراف بها من قبل حسين بدر الدين الحوثي المنظر الأول لهم يدينهم، يعني مثل موضوع الاستهانة بالحضارة اليمنية والحميريين. وأنا أتذكر أنه قال يعني أننا نفخر بحضارة حيوانات أو ما شابه، يعني يسخر من حمير ويقول أنها حمير. ومن الآثار والمعالم التاريخية اليمنية
وهناك بلا شك أمور أخرى من ضمنها أن مسؤولية آل البيت تجاه الدين الإسلامي مسؤولية أعظم من بقية الناس، وأنهم ليسوا كما بقية الناس ممكن أن يتخلوا عن الإسلام، وإنما عليهم مسؤولية لأنهم من آل البيت. أنا كنت يا أستاذ عبد الله كنت قد بدأت في موضوع صنع القداسة، وصلنا إلى أنه إخفاء الرجل وعزله عن الناس كان في إطار خطة لصناعة قدسية وهالة حول عبد الملك الحوثي الذي كان شابا عاديا مرافقا لأخوه يعني عندما كان عضو مجلس النواب، وكان الناس يشاهدوه مجلس النواب، وكان إنسان عادي يعني يأكل شمه طبيعي مثل أغلب الناس في الريف اليمني، في عندهم التدخين نوعا ما مرفوض والشمه مرغوبه اكثر. كان يخزن في شقين على فكره مسلم عبد الملك، ولا يعبأ بمظهره ولا بملبسه ولم يكن يمتلك اي يعني سلوكيات تدل على يعني شخصيه متعلمه متزنه، لا كان انسان مرافق هو الطيب. حسين كان خطير وكان متحدث افضل من عبد الملك الحوثي، ويعني بجهود والده وتعليمه وكذا، لكن كما يقال يعني حسين تعب وكتب الملازم وتنقل من قريه الى قريه. جاء عبد الملك الحوثي صور الملازم فقط وقالوا هو ولي الله وهو القائد والملهم. وطبعا يعتبرون ان عبد الملك الحوثي هو اذكى اهل عصره وابلغهم واعلمهم، بما فيهم انه حتى اعلم من مشايخه واساتذته الذين علموه بعضا من العلم الكتاتيب يعني، وما ادري الى اي مستوى وصل في الدراسه، لكن ان كان قد درس فهو بفضل الجمهوريه كما بقيه اليمنيين. ولو ان التخلف الذي يهذي به لا يدل على انه يعني وصل الى اي مستوى تعليمي، لا اعتقد انه انهى الثانويه العامه. عبد الملك الحوثي لو يقدم السي في حقه يكتب السيره الذاتيه له ويتقدم لصاحب فيه يشغله عنده ما يقبله، يعني ناهيك أن يتقدم لوظيفة محترمة ولا في شركة خاصة، ولا لا تقبل أن تعطيه حتى أبسط منصب يعني في شركة صغيرة جدا جدا. ولو أتي لك بسيرة ذاتية ويعني يعني يمكن نروح لعند واحد من أنصار الحوثي صاحب شركة ونغير الاسم، بس نشيل السي في حق عبد الملك الحوثي السيرة الذاتية ونعمل نغير الاسم عشان لا يعرف، نقول له يا أخي نشي توظف هذا، والله إلا رمى الملف أول واحد يعني وهو من أنصار الحوثي. لأن يعني المؤهلات المتواضعة لا ترجع حتى أن يكون إنسان عادي، يعني هو ما بنقولش إنه يعني البعض بيقول وصلوا إلى تأليههم وتقديسهم أعظم من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حقيقة يعني النبي كان يلتقي بالناس ويجتمع ويشارك في الحروب وكذا، ومن السخف وقمة الوقاحة يقول للناس راسي قبل راسكم، قاتلوا وراسي قبل راسكم، مو مخباه في الجرف. طبعا وما عاد في الجرف ويسكن اكيد يعني بيتا فاخرا ويتلذذ بمتاع الدنيا ما لذ وطاب، وكان يظهر فيها النعمه. تذكروا فتره انه سمن واصبح وزنه من الوزن الثقيل، بعدين قالوا له الخبره ايه خفف ما بالله، ما عاد ينفع يا شيء. سمير يا سمير، أنت يا أخي مضيف، شليت المساحة كلها لك، وعبد الله على يقول لي أنا كل حال شريك أخي معك. سمير إذا أذنت لي الله يحفظك. انهي موضوعي وبعدين نتيح لكم المجال تفضل يا تفضل اخي. تفضل. مساحاتي هكذا يعني، انا اتحدث ومن يريد ان يستمع أنا فاهلا وسهلا. فقط أنا فقط أريد أن مضطر للخروج فقط، من حببت أن أستأذن منك، وشكرا لك على هذه المساحة. و أستاذ عبد الوهاب، عبد أي الوهاب نعم لأن نعم نعم نعم. يا أستاذ عبد الوهاب الله يفتح عليك. الله يسلمك ويبقيك. مضطر للخروج والله لأنه قارب وقت صلاة الفجر، طيب وأرجو فقط من الأخوة جميعا أن يشاركوني هذه النصوص، وأن يشاركوا هذه التغريدات، وأن ينشروها على أوسع نطاق حتى تصل ممكن لكل يا عبد مضرر الوهاب به. قبل لا تخرج بس ابغى اقول كلمتين لحظة، ودي عبد العزيز، عبد الله بالله، عبد والله الله الآن. الإدارة عند عبد الخالق والأخ سمير قاعد اذن يعطوني عبد المايك. الخالق اخوي عبد طيب الخالق. لحظة عبد الله لحظة، الله يحفظك. أنا بس طالب من الأخ عبد الوهاب، أنا هذه التغريدة اللي أنا سويت لك إعجاب يا أخي عبد الوهاب، ولا عرفت المعنى. عندما يقول متى جاء شخص الصوت انقطع كان. عندي يا أخوة، في صوت. الصوت واضح عندي يا أخوان، الصوت واضح.
ايوه واضح واضح. صوتك واضح. نعم ابو خالد. اخي عبد الوهاب تسمعني؟ هو لو ينزل لا للاسف تحت. للاسف، المشكله انه مشغول راح يصلي الفجر يا اخي سمير. انا عشان كذا كنت عن اشتي اذنك يا استغل عبد وجودك. الخالق اقول كلمتين بس وامشي. طيب ما هو في ما يسمعك، المشكله انت بتخاطب عبد الوهاب ما يسمعك. تفضل يا عبد الله. انا اول حاجه صراحه يعني انا شفت انت تعرضت من واحد وتعرف هذا ابو علي قبل يمكن 3 شهور او 4 شهور. الكلام سمعته انا كلام اعوذ بالله. انا تعرضت الليله لنفس اللي تعرضت له يا، رغم اني انا يعني والله العظيم عمري ما تكلمت يعني من بدايه من دخول المساحات الاخوان اليمنيين الا اني اهاجم الحوثي، اهاجم الحوثي بعقيدته، اهاجم الحوثي باهدافه. آه المهم انا دخلت مساحه قبل شويه اخوان، مساحه يعني العدد فيها صغير وفيه واحد اسمه قيل، وشفت كبير التبابعة معاه واحد اسمه خالد هو اللي علمني فيما بعد، وخمسة من ضمنهم جحافة اللي ناقشتوه يا عبد الخالق. فهو يحاول ان كبير يقول هذول اخواننا. من يوم عرفني اني سعودي نزلني على طول. عموما طلعني كبير التبابعة. بعد ما طلع كبير التبابعة نزلني على طول، وكلام قاسي وسخ لا يعرفني، وكذب علي، وقال هذا يقول عن اليمنيين ويسب اليمنيين ويحاول يفرق اليمنيين وما ادري ايش. قسما وكلام وسخ والله العظيم واحد سكران ما يقوله. فانا تذكرت كلامك البارح مساحتكم تقول، اقول الله يعينكم ارهاب، يعني ناس وسخين لدرجه يا ساتر يا ساتر. الله يعين. ثانية وقطعتنا، وكنت أعتقد أن الموضوع مهم ما ينتظرش يعني، فأعتذر منك. خلينا نتم. لهم يعني عندك مشكله في الصوت يا اخي سمير، عندك مشكله في الصوت، في تقطيع. يا اخي خلني اكمل يا سمير، يا سمير لو سمحت. لو سمحت أنت يا أخي عبد الله، والله الموضوع ما هو أوانه ولا وقته ولا تناسب مع الموضوع. خلاص ابشر ابشر. انا بس حبيت يعني ان الاقيال، حتى الاقيال يعني مخترقين يعني بحوثه للاسف الشديد. يعني ما تعرف هذا معك ولا ضدك ولا. شكرا يا سمير. الأستاذ تقريبا رجع. لا يكون الشريك رحله هو الكل. خيرة الله. حاولوا صناعتها حول حسين. لقيادة الجماعة الزيدية، وحتى من وجهة طبيعي أنه يا سمير ما هي يقطعك، مؤهلاتك، ما هي يا أدلة سمير سمير يعني سمير أنك يقطع الصوت الأعلم عندك. وأنك سمير الأفضل، سمير ولا بد أن سمير يكون هناك دلائل يعني يا سمير يا يعني سمير لا بد أن يكون إما شيخا وله من طلابه الكثير والناس الذين برزت يعني يعني من طلابه من أصبح شخصا عالما فقيها. هكذا الناس يعني مؤشرات أنك أعلم من العمراني وأعلم من الزنداني وأعلم من الوادعي وأفقه من فلان وأكثر ثقافة من عبد العزيز المقالح وأكثر شاعرية من البردوني. يعني أنت عظيم بأمارة أي شيء. هات لنا دليل، يعني ما هوش الموضوع أنه أنا أحسنكم وأنا أفقهكم وأنا أين تعلمت، ما هي شهاداتك، ما هي كتبك، ما هي مؤلفاتك. فهو طبعا لا يملك من هذا شيء، فكان لابد أن يدعوا أنه له يعني إلهام إلهي، و
يعني يعلم كل شيء من عند الله، وهذا ما يشبه النبوة والوحي، لكنها بطريقة أخف، ربما يسموها إلهاما، أو لا أدري ما هو التسمية التي يطرحونها. هذا القداسة يبذلون في سبيلها مالا كثيرا وإجراءات كبيرة، ويعني يراكمونها سنوات لا تأتي من فراغ يعني، يعني أتباعه وأنصاره يدخلون في مشاجرات، وحصلت قضايا قتل في سبيل صناعة قداسة عبد الملك الحوثي. يعني فقط أب يقول لابنه، يعني من يقول هالسيد هذا الله يلعنك أنت وياه، يقوم يقتله. وأشياء كثيرة بذلوها ليصبح حتى عند خصومه رمزا وغير قابل للانتقاد، وهذا ما لا يجب أن نقع فيه. يجب أن يعني أن إذا تحدثوا، هو طبعا يحاولون إغاظتنا ويحاولون ترديدها مرارا وتكرارا، و يعني ينبرون للدفاع عن عبد الملك الحوثي كما لا يدافعون عن أنفسهم ولا عن أعراضهم. وحتى تلاحظوا في وسائل إعلامهم عندما يتحدثون في يعني شخص عاد ابنه قتل يعني مع الحوثي، ويجي أهم كلمة يقولها: أضرب بنا يا سيدي حيث شئت. هذا هو أهم ما في الموضوع، أهم ما في المقابلة. ويجيبوك من القرية وتروح لا جامع الصالح تقول لا كذا، وقابلوا معك في المسيرة عشان تقول هذه الكلمتين: ربنا يا سيدي، وأنتجوا زوامل وأناشيد وعظموه وأخذوا مقتطفات تافهة من كلماته. يعني كان في حلقة عملوها عنه كاتبين: الصباح الروح والغداء ما تيسر، السيد عبد الملك الحوثي. يعني هذا كلام مقدس ما دام قال عبد الملك الحوثي. يأتي بكلام تافه أو كلام متداول ومعروف وينسبونه إليه، مثل حق البحر، أنه في البحر سمك ومن هذه الأشياء. وحتى عندما يقع في أخطاء يضخمونها وكأنها يعني من باب الحكمة، عندما تهور مرة وتحدث عن الولاعة التي تقضي على الدبابات كي لا يظهر سخفه وسخافته، عملوها هالة وولاعات، وعملوا جولة في صنعاء الولاعة وأشياء كثيرة. عموما أنا ما أصيبه في ختام هذا الفعالية السريعة أنه سلاح السخرية من القداسة أمر مهم، وينسف كل ما يصنعوه. لابد أن نستخدمها في كل حديثنا. عبد الملك الحوثي شاب لا يملك من العلم شيء، لا يفقه شيء، تافه، يعني سبب كوارث صحيح، لكن هذا لا يزيده عظمة. يعني البعض يعني الآن ينظر لعبد الملك الحوثي بعظمة لأنه سبب لبلاء اليمن وأوصلنا وضاع، يعني فقدنا بسببه الكثير من الدماء والشباب والرجال وتدهور وحصل بسبب عبد الملك الحوثي. إذن هو مهم، وهذا كلام مش صحيح. أولا لأنه ليس عبد الملك الحوثي صنع هذا وحده، وهو عبارة عن رمز فقط يلتفون حوله ويعزلوه عن الناس، ما عادش داري ما بيقع، بيطلع يدي خطاب أحيانا خارج السرب ولا كأنه داري ما بيقع، لا يتابع الأحداث، ليس لديه اطلاع. يعني يصورون أنه لا يرضى بظلم، وأنه لو وصل الأمر إلى السيد. وتعرفون آخر زيارة قام بها صادق أبو شوارب إلى صعده، قال يصير يشتكي بالمجلس السياسي عند السيد وقائد الثورة وسيدي ومولاي وأشياء كثيرة، يريدون أن يصنعوا لنا صنما من التمر أمام أعيننا. يعني أقل شيء أنت تصير صنعت الصنم حقك هذا في مكان ثاني، وجي هاته لا عندي، أنا ما شفتك شو أنت بنيه. يعني نحن أمام مهمة عاجلة لا يجب أن تمر وتصل إلى الجيل الذي لم يشاهد عبد الملك الحوثي ولا يعرفه، وهو إنسان عادي بمؤهلاته العادية يعرف عنه الكثير. لأن الأجيال الأخرى تصدق القدسية هذه كما صدقنا قدسية الأئمة من قبلهم، وهم كانوا ربما أقل الناس فقها وعلما وصلاحا. يعني تخيلوا الإمام عبد الله بن الحمزة لديه مؤلف في علم الكلام، كان يبهر التلاميذ والمطلعين والباحثين في الفقه الزيدي وفي تراث الزيدية، ومن ضمنها ما كتبه عبد الله بن الحمزة. هذا الكتاب كان يعني كلام كبير فيه. الآن يعني وبعد 10 قرون نكتشف أن هذا الكتاب كان لأحد يعني علماء المعتزلة في العراق، وأخذه
وأنا مسؤول عن كلامي طبعا. أخذه عبد الله بن الحمزة وعمل له نسخ لصق، عمل بس المقدمة والخاتمة، وادعى أن هذا الكتاب له، وكأن اليمنيين لن يقرأوا ولن يعرفوا، وبهذه الجرأة وبهذا الوقاحة حاولوا أن يصنعوا من أنفسهم هالات وقداسة. طبعا يسيئهم كثيرا ويوجعهم كثيرا أن تضع عبد الملك الحوثي في مكانه الصحيح. ومن المؤسف أن هناك شخصيات يعني لديها مؤهلات أكبر من عبد الملك الحوثي وتقدس عبد الملك الحوثي، دكاترة في الجامعة ويقول لك سيدي هذا عبد الملك الحوثي، ما بشك كي يخدعون الناس. يعني إذا قد بتشوف أستاذك في الجامعة بيقول أنا لا شيء جمع عبد الملك الحوثي، إذا طلاب الأستاذ الجامعي لابد أن يروا عبد الملك الحوثي بقداسة أكبر، وهم قاصدين هذا الشيء، وهم يعرفون أن عبد الملك الحوثي لا يساوي عندهم شيء. أنا أعرف أحد الزملاء كان لديه دكتوراه في علم الاجتماع ودرس في الخارج، وكان من طلاب الدكتور حمد العودي، واستمعت إليه كثيرا في محاضرات في مداخلات، يعني لديه شيء، لديه بعض علم، يعني بعض من العلم كما لدينا يعني. ويتحدث عن عبد الملك الحوثي وكأنه علامة زمانه، ويستنتج ويستخرج من أحاديثه الغبية أشياء ينسبها أنها أتت بعبقرية، ويضخمون هذا الشخص لأن هذا يعني يصب في مصلحتهم جميعا رغم معرفتهم أنه يعني لا يرجع. ولهذا توجعهم كثيرا، تنسف يعني. أنا كنت أقول، قلت مرة أنه ربما يتسامحون مع كل السياسيين إلا مع الإعلاميين الذين سخروا من عبد الملك الحوثي، أو الذين أخطأوا عليه بشكل مباشر وسبوه علنا، زي ما الأضرعي، محمد الأضرعي هذا يعني ربما يعني أكثر الناس استهدافا من وجهة نظري، مثل ما كان جواس رحمة الله عليه. ف وضع هذا الشخص وغيره ونسف القداسة التي بيتعبوا عليها كثيرا ويبذلوا من أجلها الكثير، والرفاس هذا الذي في القنوات الفضائية كله يصب من أجل هذا الشيء، وعزله عن الناس أيضا يصب في هذا الشيء. ويعني بعض كلمات له أنه ضد الفساد، وأنه لو يعرف السيد ما عرضاش، وهذا كان أسلوب معتاد يعني. والمشكلة بيحاربنا وكأننا لا نفهم شيء، يعني بيتعاملوا معنا وكأننا يعني ما بشينا ولا إنسان عاقل شوية ولا متعلم شوية، ولا يعني بيستغبونا لدرجة مخيفة مرعبة. ولهذا أنا أشوف أنها وسيلة فعالة، خاصة الناس الذين لديهم روح الفكاهة والكوميديا والكذا، لأن السخرية وال يعني التركيز على نقاط وتقديمها بشكل غير جاد ينسف هذه الشخصية أكثر منها بالطريقة الجادة كما نفعل احنا الآن بهذه الفعالية. أعتذر إن كنت أطلت، وأتمنى يعني من صميم قلبي أن نتحدث في هذا الموضوع وكفى. إذا ما عبش معنا كلام يعني يتحدث من يريد بكل سرور وعلى الرحب والسعة، لكن إذا في موضوع ثاني وأشبعنا هذا الموضوع نغلق ونفتح مساحة ثانية بالموضوع الذي تروه والذي تحبون أن تناقشوه. أنا سأضطر آسفا يعني مقاطعة أي شخص يخرج عن سياق الموضوع. والمساحة احنا عملنا أن تكون ساعة، أنا أخذت تقريبا إلى الآن نص ساعة أنا والأستاذ أو أكثر، نتيح لكم نصف ساعة، ساعة، كم ما أردتم، إلى أن ننتهي من الموضوع ونكفلها. ولكم خالص تحياتي وشكرا لكم جميعا على الحضور. بس أنا ما بش حد تنازل يطلع معنا شريك، إن جو إخواننا الذي بيتزاحموا على الشراكات. لا لا يا سمير، تفضل يا عم المشكلة عبدو، انه تفضل. انت لما في خلال طرحك يعني الصوت يروح ما نسمعك، ولهذا انا افضل انه انت لما تجي تطرح موضوع خلي واحد يكون هو الهوست وانت يعني تتحدث، لانه كذا يعني انا في فتره من لحظه من فتره جلسنا ما نسمعك، وانا اكلمك وانت ما تسمعني. يا سمير يا سمير، ضاع الصوت يعني بسبب التغطيه على ما اعتقد، لان انت لكن طرحك كان ممتاز وشكرا لك. سمعنا يعني اغلب ما طرحته يعني. إذا لم يكن هناك أحد يريد تفضل يا أخت، اسمعني. بالاشتراك يا كبير، ما عليك، أنا بدي بس الأمور أي واحد يتجاوز الخط بس.
في عندكم صوت أنا ما بنسمعش. معك. أستاذ عبدو أنا أسمعك. ايوه في صوت، في تفضل، صوت. أنا بصوت وتكلم. تسمعنا ولا لا انت الان يا سمير؟ جميل. أنا ما أسمعش، لكن بنا أقرأ الكتابة وإن شاء الله الصوت يرجع. واصل. أنا بقول. على العموم هذا هو مشروعهم، يعني تقديس الاشخاص كما ذكرت انت وتطرقت، يعني يعملوا من الشخص، يعني يعطوه صنمية، يعني يعني يعتبروه هذا رجل. يعني تخيل يكلمهم يجيب لك يتكلم إلا من وراء حقوق مع الناس، ويعني له هالة، ويعني ما يلاقي أحد إلا يعني تقديس يعني كأنه رجع يعني ما يريدوا، يعني كأنه خلاص إمام اليمن الجديد، يعني هكذا يقدمهم كذا. يعني الإمام الجديد اليمن عبد الملك الحوثي بهذه الصورة، يعني إنه يعني هذا يعني كأنه كنز بالنسبة لهم، وأنه يعني كما قلت أنت لا مؤهلات ولا عنده، يعني فقط لأنه من كعلة مختلفة، بس هذا المؤهل حقه يعني وش يفرضوه على اليمنيين. ويعني هم دائما يجلس المدرسة يقول لك نحن مع المخرجات الحوار، نحن مع الصندوق، نحن يعني ولما تجي تكلموا على الملازم يقول لك لا 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 لا، لماذا تقول لك نحن لا، نحن انتصرنا، انتوا خلاص انتهينا، يعني خلاص انتوا تعالوا معنا الرقم، جبنا لكم الرقم، رجعوا صنعاء، اتصلوا رجعكم صنعاء مواطنين صالحين. يعني بلطجة، أنا ما قد شفت بلطجة زي هؤلاء. بلاطجة يعني، لا في بلاطجة كنا نقسم بلاطجة هذه لما يعني سبقوا الناس، يريدوا يستعبدوا الناس بإعادة هذا المشروع حق قدهم. يعني بصراحة لعبوا على كثير على كثير من القوى السياسية، تحمل يعني كثير، لكنهم كانوا هم يعني كانوا مجهزين، يعني جاهزين، لأنه اللي حصل في صنعاء كما قلنا، يعني شعروا بأن النظام السياسي ما عاد قادر يسيطر على اليمن. قدموا أنفسهم لأنهم باعتبارهم كانوا بوزارة الخارجية موظفين بكذا، واشتغلت القوى الناعمة في الخارج، يعني تقديمهم أنهم سيكون هم، يعني يقول لك ما هو كان نحن الآن فرصتنا طالما الأحزاب السياسية الأساسية متصارعة في بينها، يعني الآن فرصتنا. وهم الخطيرين هم اللي ما يتحدثوا، اللي يتحدثوا هذا لما خطيرين هم اللي اللي بوزارة الخارجية واللي كانوا مستشارين لعلي عبد الله صالح، من هم المستشارين لعلي عبد الله صالح؟ مستشارين الإصلاح، مستشارين الاشتراكي، كلهم من هذا الشلة يعني. ولهذا يعني مشروعهم اليوم واضح، لكنهم ما عندهم الجرأة ولا الشجاعة، يعني إلا بعض من هم يعني يعني ولا هم يعتبرون انهم اذكياء، وانه هم يشتغلوا يزعلوا، لانه لما جاء الراجل هذا الان تكلم على حقهم الملازم، يعني زعلوا، كسرت رؤوسهم، يقول لك لا لا تكلموا، نحن انتم يعني نحن مش طائفيين. طيب انت ايش صلح بس حب دمك؟ قلت لك 25 واحد مواطن يمني عايشين 30 سنه، قلت لهم طلعوا من هنا لان هذه منطقه زيديه. هذا يعني هذا قمه العنصريه، هذه ما قد حصل بالتاريخ، ما صلحوه كذا الا وانا مستغرب، يعني ليش ما يركزوا على هذه الامور؟ لانه اول من قام باليمن بهذا التهجير للناس من بيوتهم، وهذا يعني يجي يقول لك هذه منطقه زيديه، منطقه هدويه، نحن ما نقبل احد، لكن نحن نسيطر عليكم الا حلال يعني. فيعني ما ادري اذا اطول انا. تفضلوا الاخ اللي جنبي، تفضل يا استاذ جمال ولا القيل. جميل جميل. أسمع صوتك جميل. جميل السلمي اكيد من البيضاء صح؟ ياكله برا، يطلع معي مساحات ما يتكلمش، ما أدري إيش المشكلة.
فيش أحد بيطلع يا سمير، إذا ما تسمعنا ولا تسمعنا ما تسمعنا ما أعرف. خلاص إذا ما عاد فيش حد يتكلم ممكن نختم. مرة بقي الحق سعيد اليهودي. يلا أوكي. شكرا لكم يا أعزائي، شكرا جزيلا. شكرا لك يا سمير من قلبي والله، لك وعي ثقافي، تحياتي لك. حفظك الله راح. الآن أنا أغلق على طول يعني ما فيش حاجة. قلق ما عليك حقك. المساحة تحفظ يعني، إذا غلقت أنا عملت إنهاء التسجيل محفوظ صح؟ شو غادر ذي فوق، شوفها فوق غادر، اضبط فوقها ذي فوق. جميل. هذا نسمع بس رمزي طلب الحديث نسمعه وإن شاء الله يكون في صوت. تفضل يا رمزي. ايش مع السيارة دي؟ نعم هذا رمزي بتسمعوا رمزي يا مبدوح؟ ما فيش صوت. ما في صوت عندك يا رمزي. هو مساحة من حق مارب ما بالله هكذا جعجعة. طيب اعتذر منك اخي رمزي، يعني بدل ما يسال ذي بدون صوت نختم، وان شاء الله يعني لنا لقاء ونتحدث في الموضوع في مساحة من الناس الذي بيجي عندهم النت كويس. تحياتي للجميع وشكرا جزيلا لحضوركم، وان شاء الله يعني نتناقش في هذا الموضوع وغيره في مساحات قادمة باذن الله، في رعاية الله.